بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولادي ويا أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هنعمل شوية شابورة أنا عاملاها يا بنات على القناة، تحفة وطالعة في منتهى الجمال. أنا بجيب الثلاث قطع في كيس كده، بيبقوا غاليين جدا، نفس الطريقة اللي أنا بعملها بالظبط، بس انا كنت عاملاها بدقيق بر، بس النهارده هعملها بدقيق ابيض، دقيق مش ابيض، هو دقيق بلدي، دقيق قمح من اللي بنعمله عندنا في مصر اما بنغسل القمح كده وننضفه ونوديه نطحنه، هو نفس الدقيق ده قمح مطحون. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كوبايه بر وكوبايه اهو، ده البر اهو يا بنات. الفيديو ده اول فيديو اعمله. انا عندي الفيديوهات اللي ما بتكلمش عليها يا جماعه، الفيديوهات دي من قبل ايه، من بدري، معموله من بدري، وانا ما كنتش بطلع بصوتي، لان انا قلت لاولادي ان انا مش طالعه بصوتي تاني على ما وافقوا ان انا اعمل القناه. قلت لهم انا مش هطلع بصوتي، بس انا اعمل القناه، لان انا ايه، نفسيتي بصراحه تعبت اما حذفوا لي القناه، اتحذفت. وطبعا انا لما اولادي قالوا لي احنا هنحذفها، انا ما قلت لهمش لا، من اللي حصل لي منها، وقلت اعوض على الله. يعني انا قعدت 4 سنين شغاله في القناه دي، والله شهر 12 اللي جاي دي 4 سنين تعبانه، وكل فيديو بياخد وقفه وبياخد مجهود من الواحد، ما هياش يعني حاجه ايه سهله. وبالاخص اللي بيعمل وصفات، اللي ما بيطلعش يقعد يتكلم او يعمل اي حاجه عاديه وخلاص، اللي بيعمل وصفات بيقف وبيصور وبيتعب برضه. كده انا حطيت 4 كاسات دقيق، حطيت 4 اهو يا بنات. هنعمل شويه شابوره حلوين قوي، رايحين مكان كده، وان شاء الله هقول لكم وانا بعمل القرص برضه، وهناخدهم معانا كده للشاي لحاجه للطريق، بيبقوا ايه، بتبقى حاجات خفيفه يعني، لان اكل الطريق بصراحه ما بيبقاش كويس. الاكل في البلد بنجيبه حلو، لكن اكل الطريق ما بيبقاش حلو. هقول لكم احنا رايحين فين ان شاء الله، واحنا ايه، وانا بعمل القرص. انا عملت اعمل الشابوره النهارده قبلها بيومين كده، لكن القرص اعملها قبلها بيوم واحد. كده انا بقت حاطه 6 كاسات، بحط واحده من ده وواحده من ده. انا قلت اعملها بقى بر على ايه، انا كده حطيتها، احط كمان 3، يبقى انا ايه، هعمل ايه، كيلو ونص. احط 3 كوبايات كمان، يبقى انا عملت كيلو ونص. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده نص، ايه ده كوبايه، وايه ده نص. الشابوره دي كنت عاملاها يا بنات على القناه ببر، بس طالعه جميله جدا جدا. وده كوبايه، يبقى انا هعمل كيلو ونص يا بنات، الكيلو 6 كاسات اهو. خلاص كده هكمل الخيل وارجع لكم بقى. كده انا خلت الدقيق يا بنات اهو كلته. بسم الله. ده قمح عادي ودقيق بور على بعض. انا كنت عامله الشابوره زي ما قلت لكم بدقيق بر، بس انا بقى بشكر الاستاذه ريري على اللي هي عملته لي بدون لا اعرفها، والله اقسم بالله انا ما اعرفها الا قريب، وما كلمتيها ولا معايا رقم ليها ولا كلمتيها ولا هي كلمتني خالص والله العظيم. وانا ما بحلف يمين الله يا جماعه، اللي عارفني انا جالي هنا ناس اما قناتي اتحذفت، جالي ناس سعوديين كانوا جولي بيتي، ما كانوش جايين لي، كانوا جايين للطرف اللي كان عندي، وما كانوش جايين لي انا. واما عرفوا اللي قناتي اتحذفت جولي، لقيتهم جايين لي، لقيتهم بيتصلوا عليا، وايه يا ام احمد، ازاي يا ام احمد، انت انسانه وشفناكي وجانا بيتك وكذا كذا. قلت لهم يا جماعه والله ما حصل، واقسم بالله انا ما شتمت الطرف دي، ولا لساني شتم، ولا في حياتي شتمت حد. انا ما شتمت حد في حياتي، ولا حد شتمني، ولا حد غلط فيا، ولا انا عمري في حياتي 62 سنه ما غلطت في حد، ولا حد غلط فيا، ولا عمري في حياتي ولا اعرف اغلط ولا اعرف الشكل. هو انا طبيعتي كده لا اعرف اغلط ولا. وبشكر كل اللي دخل لي، انا بشكر كل اللي دخل لي على القناه الجديده. وزي ما قلت لكم انا اولادي ما كانوش موافقين،
بس انا نفسيتي كانت تعبانه جدا. انا قعدت شهرين ما نمشي، مش عشان القناه ولا عشان انني تعبانه 4 سنين وعشان المصاريف اللي انا صرفتها. انا انا يا جماعه، اخت جوزي وجوزها جايين زياره خاصه زي اللي انا كنت عاملاها ب 240,000. هما الاثنين جايين بزياره خاصه عشان يعملوا عمره، والزياره خاصه جايين ب 240,000 جنيه من مصر، وقاعدين في فندق اي كلام وبياكلوا على حسابهم وبياكلوا على حسابهم. اخت جوزي وجوزها عشان يعملوا عمره، جايين في الحمله. والله العظيم الفرد جاي ب 120,000. انا صرفت كل ده، صرفته ما عدا تذكره الطياره، وانا ما طلعتش قلت ولا طلعت قلت حاجه خالص، وانا مستعوضه وكله عند ربنا. انا اللي بيعمل خير يا جماعه ايده اليمين ما بتعرفش ايد الشمال. اللي بيعمل خير، انا ما اتكلمتش ولا طلعت خالص لما هي طلعت شتمتني، ورغم انا ما قلتش انا صرفت قد ايه. انا صرفت كتير بس ما قلتش قد ايه. مع لكم كمان من الزياره ومن الايه، مع لكم من الزياره ومع لكم من العمره، من حجز العمره والكلام ده كله. مع لكم مين ده؟ انا صرفت كتير غير الحاجات دي. هنا حطيت حبه البركه. انا والله عايزه اتكلم ولا عايزه اجيب السيره دي ولا اتكلم في حاجه، بس انا بشكر كل اللي دخل من عند ريري، وكل اللي دخل برده كان معايا وعرف ان انا عامله القناه ودخل. انا بشكره على راسي وفي عينيا وعلى راسي. وانا يا جماعه ما بغلطش في حد. واللي داخله برده تعلق لي، اللي كانت دخلت شتمتني على القناه التانية وبهدلتني وشتمتني، على فكره انا ما ردتش عليها. كان اقدر اشتمك بس انا ما شتمتكش ولا ردت عليكي. انا ربنا كبير، هو ربنا اللي بياخد الحقوق. انا مهما اي انسان يعمل لي هيعمل لي ايه، هو ربنا اللي بياخد حق كل نفر من اللي بيظلمه. انا مش هعمل لك حاجه الا طلعت تقولي لي انت، طلعت داخلالي تقولي لي انا انت لو عملت حاجه هبلغ فيكي. هتبلغي فيا ليه؟ انا بتاجر في مخدرات؟ هتبلغي فيا ليه؟ انا عارفه انت قصدك ايه. انا هعمل ايه؟ انا ما بعملش. لو عايزه اعمل كنت عملت من يوم. انا لو عايزه اعمل يا حبيبتي كنت عملت من يوم. وانت هتبلغي فيا بتاع ايه يعني؟ انت ايه؟ انا الشتيمه اللي قبل كده على القناه واتحذفت وحذفناها، انا بنت كفيله قالت لي كنت سيبي الشتيمه كليه وهاتها لي وانا اعرف لك هعمل لك في اللي شتمك ايه. قلت لها خلاص احنا حذفنا كل حاجه. قلت لها حذفنا القناه وحذفنا التعليقات وحذفنا كل حاجه. قالت لي ليه يشتموك بتاع ايه؟ انت تشتمي ليه؟ فانا يا حبيبتي انت يا بنت ربنا يهديكي. كل اللي اقدر اقوله لك يا حبيبتي، يلا طالعه داخله تقولي لي كده، ربنا يهديكي يما لنفسك. وربنا ايه، ما حدش هيعمل لك حاجه. ربنا مطلع، هو ربنا مطلع عليكي وعليا وعلى غيرنا. احنا ما حدش هيعمل لك حاجه يا حبيبتي، ما حدش هيعمل لك حاجه. فربنا يهديكي لنفسك، ربنا يهديكي. داخله يعني انت شتمتيني وما قضاكيش، داخله كمان على القناه دي تقولي لي ان عملت حاجه انا هبلغ فيكي. انت شايفه قناتي فيها ايه عشان هتبلغي فيها ياما؟ هتبلغي فيها ايه يا حبيبتي؟ انا عملت ايه ياما تبلغي فيا؟ وليه تقولي لي كده يعني؟ انا ما عملتش حاجه، انا ما شتمتش حد ولا عملت حاجه. على فكره انا ما شتمتش. اللي طلعت عملت البث ساعه وشويه عليا عشان تاخد شويه ضرورات، انا ما شتمتهاش. ده المفروض دي كانت اشتريتني على دماغها العمر كله، العمر كله. بس هو عند ربنا، انا تعبي عند ربنا، انا عند ربنا، بس تعبي كله عند ربنا مش عند حد، اللي عند ربنا. ومصاريفي ربنا هيعوض عليا. المصاريف اللي من ابني وجوزي ربنا هيعوض عليا، هو ربنا عنده العوض بس. وقناتي برضو انا تعبت فيها. انا انسانه مش عيله صغيره لسه، انا تعبت فيها قوي قوي. وبرضو اما اولادي جم يحذفوها انا سبتهم يحذفوها ليه؟ من اللي انا شفته ومن اللي عليها، ما كنتش عايزه حاجه عليها خالص. انا قلت ربنا يعوض عليا وما كنتش ناوي اعمل. بس انا يعني انا حابه الموضوع. وبرضو انا من يوم القناه ما اتعملت وانا بصور وبحب الناس وبحب التعليقات وبحب اللي يطلع يكلمني، وبالاخص التعليقات بحبها قوي، لان انا عايشه طول عمري وحيده يعني، لا ليا اصحاب ولا ليا حد. البلد اللي اتجوزت فيها ما باتنا على الطريق ولا بنزل البلد ولا عمري صاحبت حد ولا عارفه حد ولا اي حاجه خالص. فما واحده بتدخل انسانه بتحبني في الله وتعلق لي تعليق، انا ببقى سعيده ومبسوطه بيها. ببقى سعيده ومبسوطه ان ليا اخت في الله او بنت في الله.
دي ببقى سعيده ومبسوطه. بس على العموم انا حطيت هنا يا جماعه معلقه خميره كبيره ومعلقه سكر. يا بنات اللي يعملوا الشبرايه يعملوها جميله جدا للفطار. وحطيت هنا شمر مطحون غسلاه وطحناه وسمسم وحبه البركه حطيتهم هنا. ومعايا الكمون هغسله بس واجيبه احطه وهعجن في العجانه بحليب. حطيت حليب نودو برضو يجي 4 معالق. الشبوره لازم يتحط لها حليب بودره. وهعجن بميه او حليب اللي متوح عندكم. والسمنه او الزبده مش هنكتر. هيبقى ايه نص كوبايه سمنه بلدي على زبده. انا هعملها نص كوبايه بالكوبايه اللي انا حاطه فيها حاطه هنا. انا حاطه 6 كوبايات وحطيت 3 يبقى 9. 9 كاسات بدايه بتاع الميه العاديه هم كيلو ونص. انا غسلت الكمون يا بنات اهو. الكمون لازم تغسلوه. لازم تغسلوه في طبق غويط وبعدين تحيروه تحطوه في المصفى. بعد ما بننقيه بنعمل كده عشان لو في رمله ما احنا شايفينها او حاجه يبقى الشبوره بتاعتنا نضيفه جدا كده وحلوه. انا قلبت كل الاعشاب السمسم وحبه البركه والشمر والكمون قلبتهم كده في الجو يا بنات. وانا هعجنه على مرتين لان انا العجينه دي جايباها صغيره عشان انا عندي اللي في مصر كبيره فجبت دي صغيره. هي بتاخد الكيلو بس انا هعجن كيلو ونص على مرتين. وانا مش عايزه اطول لان الفيديو كان بيعمل لي مرات ابني وبنتيها بس ما عادوش بيعملوا لي بصراحه الفيديوهات لان ابني حلف عليهم قال لهم ازاي امه تشتم ويحصل لها اللي حصل لها ده كله. ابني كان هيتهبل يا جماعه والله. ابن زمايله بيشوفوا القناه وكانوا معانا في القناه وقرايبنا وكده كان هيتهبل. بيقول لي دي ايه اللي انت دخلتها البيت دي يا ماما؟ دي انت وجي قدام بابا والله شخط فيا واتهجم. هو ما ضربنيش ولا حاجه بس يقول لي ازاي عرفت دي وازاي دخلتها بيتنا وازاي يجري يا احمد هات وازاي يجري يا ابو احمد اعمل واعمل. ومجريانا شهر كامل نجري ونحجز ونوصل المطار ونجيب ونعمل. وازاي طلعت شتمتك؟ انت قلت له والله يا ابني ما شتمتك ولا حصل بيني وبينها مشده ولا اي حاجه في الدنيا. والله يا جماعه ما حصل اي حاجه في الدنيا. بس كل واحد ربنا اللي مطلع عليه. بس انا هحط يا جماعه كده. انا مش عايزه اطول عليكم والله ما عايزه اطول. حطيت نص الشبوره وهحط بقى الخميره اهي برده احط نصها كده. وكده كده انا هقلبها ببعضها تاني وهعجن اهو بحليب كافي. بسم الله الرحمن الرحيم. احط كده شويه باليمه كده لغايه ما العجينه تبقى حلوه معانا ونعجن بقى. كده يا بنات عجنت العجينه اهي. كل اللي انا حطيته 4 معالق زبده ومعلقتين 2 سمنه. نص كوبايه قولوا نص كوبايه على على الكيلو ونص. ما بنحط السمنه كتير ولا زبده كتير عشان هي تبقى ناشفه كده وحلوه كده وما تعمل. هي سمنه بلدي وزبده برده كويسه يعني هي نظيفه يعني. كده خلاص هحطها بس انا مش هخمرها قوي يعني 5 دقايق بالظبط ترتاح واقوم مشكلاها بقى. انا عاملاها بالظبط نفس الطريقه على القناه برضه بس انا حبيت اتكلم بقى في الفيديو ده يعني افضفض شويه. لو ان انا ما بفضفضش انا لو بفضفض كان زماني مرتاحه بصراحه. بس انا زعلت من اللي داخله تقول لي ان عملت حاجه هبلغ فيك واقفل لك القناه. يا بنتي هو انت تعرفيني ولا انا عملت فيكي حاجه؟ هو انا يا بنتي عملت فيكي حاجه قبل كده ولا عملت لك حاجه لا انت ولا غيرك؟ على العموم ربنا يهديكي وربنا يصلح حالك. وانا مسامحه كل اللي غلط فيا يا جماعه والله. اللي غلط فيا قبل كده على القناه التانيه والشتيمه والسب وكل اللي انا شفته بدون اي حاجه وبدون ما اعمل حاجه وبدون ذنب. زي المولوده ما يسال ربنا باي ذنب قتلت يعني يسال امي باي ذنب ان انا قتلت. انا باي ذنب ان انا الشتم. انا عايزه اعرف باي حق وباي
ذنبي ان انا اشتم ليه؟ عملت ايه؟ يلا، لا اله الا الله. كده بعد ما ريحت العجينه يا بنات، يعني انا ريحتها بس لان الجو حر جدا جدا، رغم المكيفات شغاله في الشقه، بس طبعا ايه برضو الجو هنا حار، فما بنغيبهاش. انا ريحتها بس كده وبعدين بشتغل على طول، بشتغل فيها على طول. اللي صوته هيجي في الفيديو ماليش دعوه، الفيديو شغال اهو. انا قلت لكم ما حدش يطلع صوت. اهي بنقطع عشوائي كده، بس انا بعملها ايه بالقيمه كده قد الليمونه كده، وبنلفيها اهي، وهي بنحطها جنب بعض عشان تعمل ايه اهي، يعني بنخليها ايه جنب بعضها كده عشان ترفع لفوق كده وتبقى ايه رقيقه يعني. التقطيعه قد ايه الليمونه اهي، وبقطع على طول كده لا بنقطعها ولا حاجه. يعني هي ايه العجين الدقيق اللي هو البر ده مش عايز يرتفع ولا حاجه. ممكن نحط بقى ايه زيت زيتون خفيف خالص كده اهو، نفرد عليها كده اهي، وبنقوم لمينها بقى. وبنمسكها نقفلها برضو كده. شوفوا عيلة يوسف ان انا بصور، اهي بنلفها على ايدنا كده اهو اهي. بنقطع بس ونقوم عاملينها ايه اهي. هي مبتلزقش ولا حاجة، بس النقطة الزيت دي اللي انا بحطيها على اساس برضو يبقوا ايه متخلصين من بعض كده بعد ما يستوي. طبعا هي ريحتها حلوة. السمسم انا السمسم بتاعي ابيض طري، بس انا عطيله تحميصة خفيفة كده، والاعشاب طالعة الريحة حلوة من قبل ما تدخل كمان في النار، وطالعة ريحتها جميلة جدا اهي. هكمل بقى عشان ما اطولش معاكم. ده بقى على نص ساعة يا بنات من التشكيل اللي انا عملته معاكم ده. ولا بنحط بقى عليها لا ميه ولا زيت ولا حليب ولا اي شيء في الدنيا خالص، زيها زي العيش. بس العيش بقى اللي هو الفرنسي انا ببقى احط عليه ميه، لكن هي مش هحط عليها حاجه خالص. هحطها بقى نولعها الفرن يسخن جدا جدا، وهنخليها على 180 او 190 يعني، تبقى عالي النار عليها. وبعد ما بتطلع بنفكها من بعضها وندخلها تاني الفرن، نسخن الفرن قوي تاني ونحطيها ونهدي عليها النار تحمص براحتها بقى كده. خلاص هحطها بقى في الفرن واوريها لكم بعد ما اطلعها. بنيجي بقى يا بنات وهي سخنه، يعني وهي سخنه ما نسيبهاش تبرد، يعني تهدى بس شويه نعرف نمسكها بايدينا كده. شوفوا مدخنه لسه، يعني لسه بتدخن. ونيجي نفكها بقى كده. الله بسم الله ما شاء الله، ريحتها روعه. الاعشاب دي يا جماعه يا بنات اعملوا الشابوره دي بالاعشاب، الاعشاب جميله جدا، بتدي لها ريحه كده جميله اهي. هنحطها بقى، هنعملها كده، هنحطها تاني في الصينيه تاني زي ما انتم شايفين كده اهي. هنفكها من بعضها، يعني تسيبوها تهدى ان انتوا تعرفوا تمسكوها بس. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى اما نعملها ناخدها معانا واحنا رايحين اي رحله او اي مكان،
كده هننشفها بقى وناخدها معانا كده. يعني دي ولا نشتري بسكوت ولا نشتري شابوره من بره ولا نشتري اي حاجه من بره؟ شايفين؟ مش راح اقول لكم، شايفين الريحه؟ هفكها طبعا كلها كده من بعضها. وايه، في صينيه تانية معايا، صينيه مدوره كده حطيت فيها بقيه المكون. هفكها واوريكم هعمل ايه عشان ما اطولش برضه، عشان انا اتكلمت معاكم شويه في الاول. الصينيه سخنه لسه. هفكها كده كلها واحطها طبعا في كذا صينيه وادخلها الفرن تاني، والفرن لسه والع. ونوريها لكم وهي حمصانه يعني متنشفه شويه بقى. هنخلي الفرن بقى مش عالي بقى، انا خليته الاول عالي على 200 وشويه لغايه ما هي رفعت كده، ورجعت خليته على 180 لغايه ايه ما استوت كده. كده فكتها يا بنات من بعضها وهي دافيه وهي سخنه، بس بسيبها تهدى شويه عشان اعرف امسكها يعني. حطيت صينيتين في الفرن دلوقتي ينشفوا. بسم الله ما شاء الله. يعني لو جينا نحسب هنلاقيها عامله لنا كتير جدا، يعني كيلو ونص عامل لي كميه كبيره جدا. حطيت صينيتين والفرن برضو على نار وسط ينشفوا، وما ينشفوا اطلعهم واحط الاثنين التانيين. شايفين الجمال؟ انا عايزه اقول لكم شموا الريحه، بس ايه مش هتشموا طبعا، بس والله ريحتها روعه وجميله جدا يا بنات. ريحتها حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. وبدقيق بر، ده دقيق بر على دقيق بلدي، يعني ما فيهاش دقيق اللي هو بتاع الاكياس ولا اللي هو الابيض خالص. ونعملها بقى، هنحمص الباقي ونرجع لكم واحنا مخلصين. كده كان يا جماعه، ولا يا بنات ولا يا اخواتي ولا حبايبنا كلهم ان شاء الله اللي بيتفرجوا علينا، جانا لنهايه الفيديو وخلصنا الشابوره بتاعتنا. وطبعا طالعه تحفه زي ما انتم شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله. اخر الصينيه اهي طالعه من فوق. وبشكر كل اللي دخلوا لي من عند ريري ومن قناتي القديمه، كل اللي شافنا وشاف القناه، وكل اللي شاف القناه يا جماعه يدخل لنا. ربنا على الله يا رب يعوض علينا ان شاء الله. ان عندي يقين ربنا يعوض عليا، لان انا صبرت كتير بصراحه. القناه القديمه كان شهر 12 اللي جاي ده 4 سنين، يعني 4 سنين شغاله واقفه بعمل فيديوهات، بصور، بشتغل، بنزل، يعني شغاله على القناه 4 سنين. والله والله العظيم انا ما خدت منها ولا ريال ولا جنيه ولا دولار ولا اي حاجه في الدنيا خدتها من القناه دي. اكتر من انا صرفه عليها داخل في 300,000 جنيه مصري، وربنا ان شاء الله عنده العوض. وبحبكم في الله. واللي يشوف بقى اللي يشوف القناه يا جماعه، وانا بشكر والله التعليقات الجميله، كل التعليقات جميله جدا، مفيش الا تعليق واحد ربنا يهديها لنفسها يا رب. انا ما عملتلهاش حاجه ولا تعرفني عشان تطلع تقول لي لو انت اتكلمتي عملت حاجه كده او كده هقفل لك، هبلغ فيكي. هتبلغ انا بعمل ايه على القناه يعني؟ انا ما بعملش حاجه على القناه على فكره. انا قناتي قناه محترمه، بس انا عارفه قصدها، وانا لا شتمت حد ولا قلت حاجه على حد، ولا انا في الطبع دي، ولا بنشتم حد ولا بنقول حاجه على حد. احنا يعني عاملين القناه لتعليم البنات المبتدئين واي حد برضو يدخل لنا بيحبنا كده يدخل يتفرج علينا. دي احنا يعني ايه بنتفرج يعني مع بعض، نبقى مع بعض يعني. وعملت الشابوره اهي، وان شاء الله هعمل قرص برضو، وبكره ان شاء الله نعيشنا بقى هعمل قرصتين وهعملهم معاكم برضو. والشابوره اهي يا جماعه، حتى شوفوا الشاي، اما اوريكم الصينيه محضرين الشاي وعايزين يخلصوا ايه الشابوره قبل ايه ما ناخدها المهمه اللي احنا واخدينها فيها. قالوا عملنا الشاي، هنصبه اهو، هنصب الصينيه اهي والف هنا وشفا. وفي صينيه حتى لسه، وشوفوا الكيلو 9 كاسات دقيق عملوا لنا بسم الله ما شاء الله كميه قد ايه، كميه كبيره جدا اهي. تعملوه، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.